تعرف ان في فيديو على الانترنت مدته ساعة. في فيديو على الانترنت على يوتيوب مدته ساعة، 60 دقيقة او اكتر، يعني ممكن ساعة او 5 دقايق او كده. بيتكلم عن ليه الكرياتورز او ليه اليوتيوبرز او whatever بيمسكوا المايك بالطريقة دي كده، في حين ان هما ممكن يكون اولا المايك ده كليب اون اللي هو بيتعلق هنا كده، بيبقى ممسوك كده فانت مش محتاج تمسكه، او بيبقى ماجنتيك اللي هو المايكات الجديدة دي اللي هي بيبقى فيه مغناطيس تحت مثلا التيشيرت وهو متعلق كده. فهو بيبقى ماسك المايك ده مع ان هو اصلا يعني هو ليه ماسكة ليه حاجة تستخدمها، انت مش محتاج تعمل كده. لو انت معاك مايك زي كده برضو يبقى فيه ارم اهو موجود عندي برضو. فليه الكرياتورز بيعملوا كده؟ يعني فاهم؟ يعني ده سؤال الفيديو، فيديو مدته ساعة بيجاوب على هذا السؤال. انا مش هحرق لك الفيديو طبعا، انا عايزك تدخل تتفرج على الفيديو ده. ولكن انا هقول لك على اسباب تانية، يعني اسباب غير اللي اتقالت في الفيديوهات. السبب من وجهة نظري، يعني انا شايف ان ده سبب. السبب هو الكالتشر. في وجهة نظري ان في حد ما في بداية الموضوع كله كان معاه مايك كليب اون زي كده، وبدل ما يحط في التيشيرت راح مسكه كده، فالناس ابتدت تقلد عشان اعتبرت ان ده مثلا سبب من اسباب ان فيديوهاته هو ابتدت تبقى فايرال، عشان يعني هو كان ماسك المايك كده وهو بيصور، فخلاص تمام هو ده السبب. فخلاص كلنا هنعمل نفس الحركة، كلنا هنجيب مثلا لو اللي عندنا مايكات برضو الكليب اون دي هنعلقها في حاجة غريبة، مثلا يعني يبقى ماسك مثلا شوكة او معلقة ويبقى معلقها فيها كده ويبقى بيتكلم كده، على اساس برضو يبقى انا بعمل نفس الحركة بس بطريقة غريبة جديدة. في اعتقادي ان ده هيجيب فيوز يعني. في دي رحلة البحث عن ان انا اعمل حاجة غريبة على الانترنت علشان الفيديو ده يجيب فيوز، عشان هو ده هدفنا بقالنا 6 سنين، ان احنا يبقى عندنا الفيرال مومنت، الفيديو الخطير اللي هيضرب دلوقتي وينقذني وينقذ الشانل بتاعتي وكل حاجة. فاحنا بندور على هذا الفيرال مومنت، هذه الفيرال مومنت عن طريق اي حاجة. يلا انا دلوقتي هصور في سبتايتلز مثلا، في وسط السبتايتلز اللي انت حاططها تبقى نيجاتيف، فبالتالي حركة تجذب بقى، خلاص كلنا هنعملها بقى. كل الفيديوهات هي نفس الفيديو وبنفس الترانزيشنز وبنفس الحركات. عارف الحركات؟ اسميها الحركات اللي احنا كلنا بنستخدمها علشان لحظة بس اتأكد من ان هو بيريكورد. هو بيريكورد فعلا. كل الحركات اللي احنا كلنا عايزين نعملها علشان الفيرال مومنت. احنا خلاص مفيش حد بقى عايز انا عايز اعمل فيديو، لا، كلنا بقالنا 6 سنين عايزين فايرال مومنت. بقالنا 3 سنين مثلا عايزين نعمل اي اي. دلوقتي تعالى هقول لك على 3 برومبتس يعملوا مكانك الفيديو، ومفيش فيديوهات. او ده اللي انا كنت اعتقده، يعني انا قبل ما اعمل هذا الفيديو كنت اعتقد ان خلاص ما اي اي سلوب، خلاص احنا دلوقتي في الاي اي سلوب، كل الفيديوهات اي اي. ولكن الحقيقة ان انا تقريبا بيواجهني يعني عدد قليل تو زيرو فيديوهات اي اي سلوب. يعني فكرة يعني انا لغاية دلوقتي مش متأثر بوجود الاي اي في الفيديوهات، لان عمري ما اظهرت اهتمامي بيهم او تفاعلت معاهم، فبالتالي مش بيظهروا لي. على العكس بقى كل اللي بيظهر لي فيديوهات حقيقية بتاعت ناس حقيقية وبتاعت كرياتورز، وعادي. يعني ما واجهتش اي مشكلة. وايه ده الاي اي سلوب خد الالجوريزم بتاعي في حتة تانية، وانا دلوقتي مش لاقي كرياتورز حقيقيين. وشوية بقى وهكتب لكل واحد ار يو هيومن ولا انت بوت وكده. لا، انا كل اللي بيظهروا لي اشخاص لغاية هذه اللحظة يعني. unless ان هم يعني مش ما هو ما فيش يعني فاهم. هو الفكرة ان انت ككرييتور انت هتتأثر بالموضوع ده ليه؟ لان في ناس تانية ما عندهاش موهبة، هيبقى كل فيديوهاتها وكل حياتها اي اي سلوب، فيسلس تشانلز معمولة عارف انت الكويزز التخلفية دي اللي هي احط لك قطة وكلب مثلا لايك ولاف، فاهم؟ انت تختار ما بينهم، هما الاتنين معمولين بالاي اي. او فزورة
او مش فزوره حتى، فاهم يعني؟ ميسي ورونالدو لايك او كومنت. فدي الحاجات اللي انا مش بشوف الاي اي سلوب ده، فانا مش اصلا مش متخيل او مش فاكر امثله يعني ليه، فاهم؟ بس انا قصدي ان انت لو تفاعلت في وقت من حياتك مع الكونتنت ده، هيفضل يظهر لك شويه لغايه ما ترجع. انا حرفيا التايم لاين عندي كله جميل بجد يعني. انا مش متاثر ابدا كونتنت التخلفي ده اللي بيتعمل بالاي اي. قصص القطط بقى اللي بتروح الشغل ومش عارف القطه في السفينه والكلام ده، كلها دي بشوفها في الميمز، لكن مش بشوفها في الحقيقه في التايم لاين بتاعي يعني. يعني احيانا كده التايم لاين بيستغبى، مثلا بيجيب لي حاجه انا مش مهتم بيها، ومش بتبقى حاجه بعيده قوي، ولكن هو بيجرب معاك، فاهم؟ يروح يدي لك مثلا حاجه جديده، يشوفك هتتفاعل مع هتنزلق في الاي اي سلوب ولا لا. ولكن وانس ان انت اظهرت عدم اهتمامك من خلال I'm not interested، تريبورت الحاجه دي لو انت شايفها مش كويسه او يعني مريبه او كده، فمش بيظهرها لك تاني. وبالعكس، هو كل انت ما انت بتتفاعل مع حاجه بيظهرها لك اكتر. يعني دايما اللايكس عندي مثلا على تيبس وتريكس في دافنشي، دايما التايم لاين جايب لي ناس بتعمل تيبس وتريكس بتاع دافنشي. يعني الموضوع بسيط جدا. وعلى فكرة انا يعني دايما التايم لاين عندي فلويد شوية. يعني احيانا انا دلوقتي التايم لاين كله ساعات، انا مهتم بالساعات دلوقتي، خلاص التايم لاين كله ساعات. باجي بعد كده لا التايم لاين دافنشي، لا التايم لاين ستاند اب كوميدي، عادي يعني مفيش مشكلة. واحيانا بيبقى ميكس ما بينهم كلهم. ولكن ولا مرة واجهت ان ازمة الاي اي بتسيطر على التايم لاين عندي وكده. يعني عندك فيديوهات تانية زي الفيديو ده مثلا بتاع محمود اسماعيل، انا عايزك تشوف فيديو زي كده مدته ساعة، وتتخيل هل فعلا ان لو احنا الاتنشن سبان بتاعنا خلاص ومش موجود والحقونا الاي اي دلوقتي وبتاع، هل هو مش هيلاقي ناس مهتمة بيه؟ لا بالعكس تماما. الفيديو جايب قد كده زي ما انت شايف اهو، عشان مش فاكر دلوقتي في اللحظة اللي انا بسجل فيها، فانا بقول لك زي ما انت شايف عشان هتطلع على الفيديو. يعني كان الفيديو ده جامد جدا، انا شفته لغايه الاخر، فيديو مدته ساعه، وده حتى فيديو ما فيهوش بقى قطعات كتير وترانزيشنز وحركات، عارف؟ ما فيهوش حركات، ما فيهوش حركات بقى وفايرال هاكس وبتاع. فيديو عادي جدا زي ما انا قاعد كده، بس هو قاعد في استوديو شكله احلى وبيتكلم لمدة ساعة. برضه هو يعني افكاره مترتبة احسن من اللي انا بقوله، ولكن فاهم يعني؟ انت برضه في فيديو مدته ساعة والناس شافته لغاية الاخر عادي جدا. ممكن اقول لك مثلا لو عايز، عمرك ما هتعرف هو الفيديو ده افريج فيو ديوريشن بتاعه قد ايه. انا سالته اونستلي بس هو ما ردش عليا لسه. كنت اتمنى ان اعرف الافريج فيو ديوريشن بتاع فيديو زي كده، فيديو لمده ساعه ما فيهوش يعني ستيميوليشن، ما فيهوش بقى ترانزيشنز وحركات وافكتس، فيديو عادي جدا لشخص بيتكلم لمده ساعه. كان نفسي اعرف الافريج فيو ديوريشن بتاعه قد ايه. ولكن لو تخيلت مثلا ان هو 20% من ال 60 دقيقه، هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 12 دقيقه مثلا، مش عارف، تقريبا 12 دقيقة. فده رقم يعني كويس جدا بالنسبة لعدد الفيوز دي. يعني عدد الفيوز دي معظمهم اتفرج لمدة 12 دقيقة، فده شيء كويس يعني. اعتقد يعني ان هو شيء كويس. ويقول لك ان عادي الاي اي سلوب موجود، والفيديوهات الطويلة موجودة، والفيديوهات نص ساعة موجودة، والفيديوهات انا معظم الفيديوهات اللي بتفرج عليها اصلا من نص ساعة لساعة، يعني ما بشوفش اقل من كده، unless ان حلقة الدحيح مثلا 27 دقيقة 25 دقيقة كده يعني. فلا يعني الاي اي ما مش مؤثر عليا لغاية هذه اللحظة. يعني هو اي نعم بقاله 3 سنين بينتشر وبتاع، بس لا ما اثرش عليا في حتة الكونتنت. هو ممكن يكون اثر عليا، هو اثر علينا كلنا في حتة ان خلاص الاسعار بتاعت الرامات زادت والجرافيكس كاردز والاس اس ديز وكل حاجة، والموبايلات طبعا يعني علشان هي جواها المكونات دي. ولكن من ناحية الكونتنت ما اثرش عليها لسه لغاية دلوقتي. هل كنت هقول لك هل الاي اي هيستبدلنا دلوقتي، بس كنت جاي اقول الاي اي طلعت الاتش ار. فانا هل برضو الاتش ار هيستبدلنا؟ احيانا الاتش ار بيستبدلنا عادي، ولكن انا بتكلم على الاي اي دلوقتي. هل الاي اي هيستبدلنا احنا كصناع المحتوى، ككرييتورز، كمبدعين في الكونتنت على الانترنت؟ يعني انت تدخل تلاقي، بالمناسبة لو انت دخلت على ميتا هتلاقي فيه اصلا AI generated content، ده هو اصلا generated by ميتا نفسها.
حاجة مجنونة. انا اصلا ما شفتش مثال عنها يعني، انا عرفت من الخبر وانا بقلب في التايم لاين بيظهر لي كده ستريب كده زي بتاع الستوريز مثلا، في النص كده تلاقي كونتنت كله اي اي جنريتد. وكان ساعتها كان في خبر نازل، مش يعني هدور عليه دلوقتي لو لقيته هحطه هنا في الفيديو، بس انا مش فاكره قوي. ان دي فكرة جت يعني للمنصات ان هم هيعملوا كونتنت 100% generated by ال AI. مفيش اي انسان هو اللي عمله، يعني هيعملوا agents بيعملوا content. فاهمني؟ يعني ال AI agents هيعملوا هم فيديوهات، يكتبوا البرومتس بتاعتها ويعملوها تمام. يعني لو ده حصل، ما انا برضو مش هتفرج عليها عادي، مفيش مشكلة. انا بالاساس مش بتفرج مثلا على كل الكرييتورز البني ادمين. ما طبعا يعني انت ما عندكش وقت كفاية في حياتك obviously انك تتفرج على كل الكرييتورز. انا مش بالضرورة هتفرج عليه، هيظهر لي في التايم لاين، هعمل نوت انترستد او اسكيب او اعدي كده يعني تمام. فبرضه ما اثرش عليا. انا بقول لك حتى لو يعني كونتنت عامله اي اي ايجنت اصلا فتمام. فانت لو بتفكر ان الاي اي هيستبدلك ككرييتور، انا دلوقتي هعمل فيديو ليه؟ ما الاي اي اي واحد تاني هيدخل يكتب برومبت هيعمل فيديو، هيعمل فيديو مفيش مشكله، بس هيعمل فيديو ما فيهوش حاجه عايز يقولها. فاهم؟ يعني احنا في الفيديو اللي انا بتكلم فيه ده، يعني يا عم قلت حاجه تمام، قلت ان انا شايف ان الفيديوهات الاي اي مش بتاثر عليا، وان انا ما واجهتش معاها مشكله ان هي خدت التايم لاين بتاعي مثلا ولا حاجه. وقلت مثلا امثله عن كريتورز بيعملوا فيديوهات طويله، محمد سميح مثلا كل فيديوهات التجميعات بتاعته دي انا بتفرج عليها. الاي اي هيعرف يعمل، ممكن لو دخلت على شات جي بي تي هيعمل لك فيديو، هيكتب لك سكريبت عن فيديو تجميعات تمام مفيش مشكله. برضو مش هيدي لك التجربة دي بتاعت ان انت يلا احنا بندور دلوقتي. هو دايما فيديوهات التجميعات بتاعت المتابعين دي اللي هي بيبقوا اصلا كرييتورز هم، فبيقول لك اصلا انا عايز اعمل كذا وانا بعمل ستريمنج وانا عايز بوردة شكلها كذا ومش عارف ايه وبتاع. بيبقى فيه اكسبيرينس، انت كأنك واقف معاهم، يعني كأن الكرياتور ده ومحمد سميح واقفين في المكان اللي بيشتروا منه، وانت واقف معاهم بتتناقش هنجيب انهي بوردة، هنجيب انهي كيسة كده. فاهم؟ فده بيخليك جوه تجربة. لكن لو نفس الفيديو ده معمول بالاي اي هيبقى فويس اوفر يا عم، هيبقى ماشي تمام، في افاتار بيتكلم، وهيبقى في فويس اوفر معمول بالاي اي، وهيبقى في سينز بتتعمل، بس فاهم؟ مش هيبقى حاجه. انت ما انت عارف ان ده اي اي هو اللي عامله. فاهم؟ مش هتتاثر بيه، مش هيبقى فيه اصلا راي. ولا هو انت ليه اخترت الحاجه دي مثلا بدل الحاجه دي؟ ليه اخترت الرامه دي بدل الرامه دي؟ فاهم؟ انت في نقاش بيحصل. انت ما هتدخل شات جي بي تي هتقول له ليه اخترت هيقول لك ايوه انت رايك صح، الرامه التانيه تمام عادي مفيش مشكله، مش هيناقشك اصلا. في فيديوهات الشطرنج بقى تلاقي الفيديو مدته 20 دقيقه 30 دقيقه 40 دقيقه عادي، يعني بيشرح ماتش مثلا، تلاقي حد بيدخل يسال مثلا طب انت ليه ما لعبتش اللعبه دي مثلا بدل دي، فيدخل واحد على الكومنت يقول له لو لعب دي هيحصل كذا، لو ما لعبش دي فاهم؟ في نقاش بيحصل، في ناس حقيقيه قاعده بتتكلم مع بعض طول التجربة دي اللي هي فيديو او البودكاست او وات ايفر. يعني انا بقول لك فكرة المنتج الفني ده او المنتج اللي معمول ده، اللي عامله انسان هو عنده افكار، ممكن تكون افكار بسيطة يعني، ممكن يكون رأي يعني مش صح اصلا عادي يعني. ولكن تجربتك هي ان انت دخلت في المنتج ده كأنك جزء منه، انت بتتفاعل معاه، بترد عليه، بيرد عليك، ممكن يرد عليك من كومنت، يرد عليك في فيديو تاني او في شورت تاني. في ناس عارف، في بشر لسه بيعملوا فيديوهات، واعتقد الموضوع ده هيستمر مثلا 10 سنين تاني. هل بعد ال10 سنين دي هيبقى الموضوع خلاص اختفى برضو؟ انا مش، انت مستعجل قوي على اختفاء الكريتورز. مش فاهم ليه الناس تحس ان هي خلاص عايزه توصل لريزولوشن بسرعه. يلا امتى الكريتورز هيختفوا؟ يلا امتى الاي اي هياخد شغلي دلوقتي؟ يلا انا عايز اروح ريزاين دلوقتي. ممكن بعد كام سنة اصلا الموضوع ده ينهار، نكتشف ان احنا ما كناش مهتمين اصلا بالاي اي في ناحية الكرييتور او في ناحية الكونتنت او في ناحية الابداع، واحنا كنا عايزينه بس يكتب لنا ايميلات ويعمل لنا مثلا
ويعمل لنا مثلا تمبلتس الريبورتات، او يعمل لنا ريبورتات، او يعمل لنا حاجات، فاهم؟ كنا محتاجينه في الشغل. بس الموضوع عامل زي موبايلك يعني. انت ممكن موبايلك تبقى اوبفيسلي موبايلك ممكن تعمل بيه اي حاجه، بس انت ممكن تكون بتستخدمه في حاجه واحده، ممكن تكون بتعمل منه مكالمات بس، او بتستخدمه بتصور بس فيديوهات. وانت ما هو هي نفس الفكره. الموبايل ممكن يعمل كذا حاجه، بس انت ممكن تعمل بيه حاجه واحده او حاجتين عادي جدا. فلا ما تقلقش، طول ما في ناس عندها تجربة او فكرة او حاجات تصنعها. يعني في واحد اسمه عاصم كمال بيعمل حاجات من الخشب، اللي هو مثلا هعمل شباك في ساعة وفي يوم وفي اسبوع مثلا، فاهم؟ دي تجربة، دي حاجة مش يعني انت مش هتشعر بيه بالتجربة دي لو عامل فيديو، او لو الفيديو اصلا معمول بالاي اي. اصل انت هتجيب مع الاي اي سو ادفانسد، وهنعمل الفيديو ده فريم باي فريم بالاي اي، تمام؟ ما فيش فاهم، ما فيش تفاعل. هي دي هدف، او يعني اكتر حاجة جامدة في الاعمال الابداعية تتفاعل معاها بطريقة ما، فاهم؟ تشارك اهتمامك بالعمل ده مع الناس تانية، زي ما الناس بتتفرج على فيلم مثلا وتدخل تتفرج على مراجعة الفيلم مثلا عند محمود مهدي او عند اي حد، فاهم؟ ما انت شفت الفيلم، ما انت اصلا شفت الفيلم، ما انت كونت رأي، بس انت عايز تدخل تشوف هو رأيه شبه رأيك. طب ده كان لو المخرج عمل كذا مش عارف ايه، تدخل تكتب كومنت يرد عليك. وخصوصا في فكرة الستريم، ان انت قاعد معاه دلوقتي، انت قاعد مع الستريمر دلوقتي، انتوا الاتنين قاعدين بتتكلموا، فاهم؟ ايه رأيك في الموضوع ده؟ أنا رأيي في الموضوع ده مش عارف، المخرج كان لازم ما ياخدش الشوت ده، لا القصة وحشة، القصة حلوة، القصة جميلة، القصة مش عارف ايه ولكن ده مش هيبقى موجود مع الاي اي. شوف كل الفيديوهات بتاعت الاي اي، هتلاقي اللي بيرد عليك بيرد في كومنتات بوتس. يعني الفيديو عامله بوت وبيرد عليك بوت، وبيعمل لك لايك بوت تقريبا، فاهم؟ هل استنى، انا قلقت يكون المايك مش بيسجل ده كله، كنت هبقى متضايق جدا. فلا يا جماعة، الابداع في امان طول ما في كريتورز مبدعين، ناس بتتفرج يعني ايه، بتحترم وقتها، فاهم؟ اصل بالمنطق، يعني انت بالمنطق، يعني انت تتفرج على فيديو لمحمود اسماعيل واخد فيه مجهود ومونتاج وكتابة واخراج بقى وكلام، ولا تتفرج على فيديو الارانب بتنط على ترامبولين؟ انا شفت الفيديو ده فعلا، يعني ده انا افتكرته دلوقتي، ارانب بتنط على ترامبولين. طيب تمام، شكرا. في بني ادم تعب وعمل فيديو، وانت رايح تتفرج على ارانب بتنط على ترامبولين؟ طب ايه المشكلة يعني؟ مش فاهم يعني. ده جعلني عملت ايه دلوقتي؟ انترتيند، تمام. الفيديو اللي بعده قطة بترن الجرس، ماشي. اعمل ايه طيب دلوقتي؟ ده فين جعل مني ان انا فكرت في ايه دلوقتي؟ ولا اي حاجة، فاهم؟ لكن لما اتفرج على فيديو مدته ساعة مثلا محمود اسماعيل بيتكلم عن البرين روت، فانت كونت فكرة، خدت فكرة، استوحيت فكرة، عملت حاجة، تطلع تعمل فيديو بيتكلم عن الفيديو ده، هو يرد عليك بفيديو مثلا، او هو يشوف مثلا اللي انت قلته ده صح ولا مش صح، ولا فاهم؟ في في حاجة كده عملتها كإنسان، انت عندك دماغ، مش استلمت الكونتنت ده اللي هو معمول كده عشوائي. خلاص انا اخدت الكونتنت ده، شكرا، تمام. مفيش رد فعل، فاهم؟ يعني انت هتعمل ايه؟ فيديو القطة بترن الجرس، اعمل ايه انا دلوقتي؟ قول لي ايه التفاعل اللي انا ممكن اعمله؟ هعمل لايك على ايه؟ ايه اللي حصل؟ ما انا مش يعني تمام، يعني ايه اللي حصل؟ فانا اعجبت بهذا الفيديو، طب هكتب كومنت هقول ايه؟ ايه اللي اقوله على هذا الموضوع يعني؟ مش فاهم. قطة بتعمل سوشي بس. الكونتنت في امان، الابداع في امان. اتفرج على الفيديو بتاع ليه الكرييتورز ماسكين المايك كده لمدة ساعة. الفيديو ده جامد جدا. هو بيقول لك ليه انت عمر ما الاي اي هيعمل فيديو مدته ساعة. انت تقدر تخليه يعمل كده عادي طبعا، ممكن تدخل تقول له عايز فيديو مدته ساعة بيتكلم عن ليه الكرييتورز ماسكين المايك كده. بس مش هيبقى زي ما انت تتفرج على انسان قاعد يدور ساعات كتير جدا عشان ينتج فيديو بيتكلم عن الموضوع ده. مش هتلاقي، مش هيبقى رأي شات جي بي تي احسن من رأي زي كده.
بالمناسبة اتفرج على الفيديو، هو فعلا في آراء غير اللي أنا قلتها. يعني قلت لك دي علشان فكرة الكالتشر، احنا شفنا واحد بيعمل كده وأنا عملتها من أجل الإفيه، يعني مش أنا عندي أرم هنا. بس هو ده اللي أنا كنت عايز أرند، أعتبر هذا رند، لأن أنا مش محضر الكلام ده. وكان نفسي من كتير جدا إن أنا أصور فيديو، ولكن ما كنتش يعني ما كنتش جاهز، او ما كنتش يعني مش عارف اقول لك ايه. بس يعني كان نفسي اصور فيديو من فترة ونكمل يومنا عادي، مفيش مشكلة، اتفرج على فيديوهات حقيقية. يعني عادي زي ما قلت لك، AI مش لازم يدخل في كل حتة، ممكن يبقى في مجالات معينة انت اللي تحدد هتستخدمه في ايه وهتستقبله في ايه. شفت الجملة دي؟ ننهي بيها المحادثة دي. شكرا وباي باي.